الكثير من الناس تعتقد أنه التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل هو السبب الرئيسي لحدوث مرض التايفو أو حمى التايفويد، لكن حقيقة أنه هذا المرض السبب الرئيسي له مو التعرض لأشعة الشمس، وإنما بسبب بكتيريا معينة تسمى السالمونيلا تايفي. هذه البكتيريا تدخل للجسم عن طريق الغذاء الملوث، عن طريق الماء الملوث، خاصة بالألبان ومشتقاتها وبالقمر عرب والجبن العرب اللي احنا نسميه بالعراق، وبشكوى أكله ممكن تكون معرضة للشمس، اللبن البارد الناس ممكن تشوفه، العصير البارد اللي يكون مكشف وما مغطى، هذه البكتيريا موجودة بيها وتنشط بوقت الحر. يعني الشخص مرات يطلع بالشمس ويقول لك انا والله صار عندي تيفو بسبب الشمس. الحقيقة الشمس سببت للشخص إعياء وتعب وقلت من مناعته، وبالتالي هذه البكتيريا نشطت. لانه ممكن انا الان عندي بكتيريا السالمونيلا تايفي اللي تسبب التيفو، ولكن ما عندي اي اعراض بسبب انه مناعتي قويه ومقاومه. وانت ممكن عندك هذه البكتيريا ولكن مناعتك ضعيفه وظهرت به الاعراض. وغيرك ممكن عنده هذه البكتيريا ولكن الجرعه اللي استلمها من هذه البكتيريا بجسمه ما كانت كافيه او قويه بحيث تؤدي الى ظهور الاعراض. اللي اريد اقوله انه التيفو ما له ربط بضربة الشمس، لأنه أعراض ذيك مختلفة عن أعراض التيفو، لكن كثرة الحرارة ممكن تسبب إعياء وتعب عند الشخص اللي تخليه يظهر أعراض التيفو. لذلك التزم بالغذاء مالتك، التزم بالطعام إذا كان مكشوف لا تاخذ من عنده، كذلك باعة المثلجات الجوالين لا تاخذون من عندهم، مو قطع رزق لهم، لكن ممكن إيده يمسح بيها وجهه أو أنفه أو حلقه أو غيره ويعطس بيها ويمسح بيها العرق مالته، وبالأخير يجي يغرف لك ويخلي لك بالطاسة أو بالكبوس. لذلك قدر الإمكان ابتعد عن باع المتجولين وأخذ فد أكل طيب ونظيف من مكان انت تعرفه وواثق من نظافته. اعراض التيفو معروفه، اللي هي ارتفاع بدرجات الحراره، يصاحبها صداع بالمنطقه الاماميه او بالجبهه بالراس، كذلك فقدان للشهيه، بعدين ممكن تنتقل تصير الى اسهال او بعض الاحيان امساك عند الاطفال، والم بالبطن من جهه واحده. هذين كلن اعراض معينه يجب ان تروح تسوي تحليل لغرض ان تتاكد هل عندك تيفو او غيره من الامراض. اتمنى هذا الفيديو القصير فاتكم، شكرا لكم وشاركوا لاهلكم، وفي امان الله.